هلا والله حبايبي، شكرا شبابكم، ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. رجعنا لكم فيديو جديد من سلسلة جديدة. يا اخوان، فيديو اليوم راح يكون عن قصة واحد عراقي. يا اخوان، قصة واحد عراقي ورط نفسه بأكبر عصابة بتركيا. فقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا لنا الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. راح نبدأ بمحتوى قصص وننشر لكم. ف صح ما دا انزل هواي، بس اكو مشكلة بالقناة فاعذروني. فنبدأ. يا اخوان، قصة اليوم عن واحد ما نريد نقول اسمه، بس انا سمعتها، بس نقول اسمه محمد. محمد كان دكتور بالعراق. يا اخوان، بس اول شيء هاي القصة ماخوذة، يعني اخذتها من شخص، يعني لا اقول لكم اياه. اول شيء شخص اسمه محمد. ايه يا اخوان، القصة من شخص اسمه محمد كان يعني من اهل الجنوب، فتحياتنا للجنوب. كان دكتور، دكتور يعني حاله حال كل الدكاترة. كان يقوم بعمله، كان عنده يعني عملية جراحية للشخص. والشخص يعني من الكابر، يعني شلون اقول لك، من شيوخ عشيرة اتوقع. فيعني يشتغل يعني توفى مات موتة ربه. فيعني ما اعرف، فاهل العشيرة قالوا لا، لازم ناخذ حقنا من هذا الدكتور. ورادوا ياخذون حقه، يعني شلون اقول لكم، يعني يقولون هو اللي قتله، هو ما اشتغل شغله عدل. فمحمد يوم ورا يوم فقاموا يدزوا له التهديدات انه هاليوم ماكذ، يوم هيك يوم هيك راح نقتلك. فمحمد عاف اهله وناسه، واهله ما له حد هو غير محمد، يعني يحسب محمد يعني بس وحيد لاهله. ف محمد بيوم واحد ليل ونهار صار بتركيا، يعني حجز طيارة وحجز تيكت وكمل أشياء وطلع لتركيا. فيعني خاف راح يقتلوه خلاص. فجاء يوم وراح يوم وصل تركيا. فراح لتركيا على اساس يشتغل ويدز الاهله، لان اهله ماكو احد يعني يوم غيره. فاجا يوم راح يوم ما لقى شغل، سأل قبل تركيا شغل ما يتواجد قليل. فالفلوس اللي كانت وياه يوم ورا يوم دا تقل، وما يعرف بعد شو يسوي واهله. فبعد شوية يعني يعني عاوز، يعني تعرفون، يعني واحد يحتاج، فراح على الشغل، يعني شلون يقول لك، قام يشتغل بالمخدرات. فيوم ورا يوم قام يشتغل، يعني كان حسبه كان من دكتور صار لي يعني يبيع مخدرات. فدا يبيع يوم من الايام، واكو شخص انمسكه بشارع، فانطاه رسالة. والرسالة بعد ما فتح هذاك الولد راح اختفى، طلع من هناك اختفى. فالولد بس فتح الرسالة، محمد بس فتح الرسالة شاف يقولوا له يا اما تنضم ويانا يا اما نقتلك خلاص، واحنا عصابة كبيرة وفروعنا هواي، يعني هواي يتواجدون، يعني شلون اقول لك، يعني كل محل يقول او مكان يتواجدون بيهم. فهو وطومه له 24 ساعة، فهو ما عرف ايش يسوي. ما ينضم وياهم راح يقتلوه، ينضم وياهم ما يعرف شو السالفة بعد. فقال عادي. يجي يوم الثاني اجا الى نفسه اللي انطاه رسالة. فانطاه رسالة قال له تمام عادي، انا موافق على شرطكم، تمام موافق على شرطكم. يا اخوان، اللي ما خلى لايك خليه واشتراك كمل. فاجا قال شنو رايك بعرضنا؟ قال تمام عادي اشتغل، بس اهم شي لا تقتلوني. طيب قال له تمام. فهذا الشخص اخذه ربط عينه يعني يمشي حتى لا يشوف المكان، واخذه الى مكان مهجور ماكو احد بيه غير هو والشخص ورئيس العصابة. فراح على هذا رئيس العصابة، اجا سلم عليه. اول شي وداه على شلون اقول لك، على مثل كرفان، وداه هنا خلاه وقال شوي ويجيك رئيس العصابة. فاجا رئيس العصابة فقام يضحك عليه وقام يضحك. حلو. قال فواحد سلم على الثاني، قال له شو تريدون منه وشنو شغلكم؟ قال تشتغل ويانا، واذا ما تشتغل ويانا نقتله خلاص.
احسب بس انت تجي تشغل يعني تشتغل شغلك يعني، بس تنقل اشياء يعني من السيارة توديه على مكان بس. فقال يلا تمام عادي. إيه فقال ايش راح اسوي الثاني؟ قال اول شاحنة راح يوديها واليوم بالليل تطلع. قال تمام. بنفس اليوم اللي وداه اخذ السيارة وكان بيها صناديق ورا، قالوا له ما يصير تفتح هذولا، وابد ابد ما يصير يعني ابد لو يقتلوك يمسكوك ياخذون روحك وما تمسكوا ولا تفتحهم. تمام. دا يقوم بعمله بسيارة ويروح على نفس الطريق وبالليل وظلمة وماكو أحد. فجأة دحق على المراية شاف سيارة ورا سيارة شرطة وقاموا يتقربون عليه. فمحمد يعني خاف ما يعرف يسوي، فحاول يسوي نفسه هادي وما يعرف كشي ويعمل نفسه كشي ماكو. فهيدي تقربوا عليه وكسروا السيارة عليه ووقفوه وفتحوا صندوق السيارة، ومحمد لزموه فتحوا السيارة صندوق السيارة وشافوا شنو اكو بالصناديق. فورا ما شافوا باعوا على أحمد وانصدموا ومسكوه واخذوه على السجن. قالوا له قال لهم انا مالي دخل وما ادري شنو. فالمهم ضربوه كم ضربه وداخ ووقع، اخذوه على السجن او بغرفة يعني عادي يعني شوف مثل واحد دي يحقق. تمام يا اخوان. واقف واحد يمه قاعد دي يحقق وياه، قالوا له يا اما قل لنا يا عصابة دا تشتغل وياها، يا اما تنحكم 15 سنة اقل شي. قال اذا اقول هذوك العصابة راح يقتلوني، واذا ما اقول لهم راح ابقى 15 سنة. قال خلي لا اقول لهم اغطي على ذوك العصابة احسن ما اقول لهم يطلعوني. قال لهم انا والله ما اعرف ما ادري شنو صار على ما اعرف. حتى قاموا يضربه يعني ضربه كل ضربة يعني يذيب. فضربه كم ضربة وما قال له. بعدين يطلع برا ويدخل لهم رئيس العصابة ويصفق له ويقوم يضحك. فقال يعني انت كل عقلك احنا هيك راح نثق بيك بسرعة ما نختبرك. فقال نجحت بالاختبار وعافية عليك. وبلش شغله من هذاك اليوم بلش شغله ونفس السيارة طلع منه ونفس الطريق. بس شنو مرة واحد وياه حتى لا يفتح الصناديق، حتى يأمن على الصناديق، حتى لا يحاول محمد يفتحهم. في يوم من الأيام دي يقومون بعملهم يوصلون سيارة، وحاول يقول له شنو اللي اكو بطن السيارة وشنو اللي اكو بطن الصناديق. قال انت مالك داخل، انت قوم بشغلك وبس. فقام يفكر يقول اني وين كنت بدكتور بالعراق وهسه صرت بعصابة مخدرات. هي ما اعرف يا اخوان ما اصدق مخدرات، بس يكون عصابة من اكبر العصابات بتركيا. في يوم من الايام دي يمشون واكو طصة كبيرة كلش. فاجا ما انتبه عليها فضربها قوي، فانفتح باب الصندوق، فتح الصندوق وواحد من الصناديق طاح على القاع. فحاول محمد يتقرب يشوف، فاللي وياه قال له لا تتقرب لا تحاول. فهذا من دا يرجع الصندوق على هذا. حاول محمد شوي يتقرب ويشوف شنو المكان اللي طاح بيه الصندوق. فباوع يمين يسار لقى دم وثلج. باوع استغرب شنو دم شنو ثلج وليش الثلج وليش الدم سوا. فحاول رجع، قام يفكر ما طلع شيء عنده. فراحوا ورجعوا وكملوا. فمسيرتهم الثانية دا يحجون. قال له انت من وين وشنو شغلك كان بالعراق؟ قال لهم انا دكتور. هذا باوع عليه وقام يضحك يقول اذا انت كنت دكتور راح تفيدنا هواي. فاستغرب منه محمد شنو راح افيدهم وما ادري شنو. فقال تمام نرجع. ورجعوا نفس الكرفان اللي اول مرة التقوا بيه. ويقول قبل ما ادخل الكرفان كنت اسمع اصوات مرعبة من بيت مهجور، يعني الوحدة بيت كبير العفو وحدة، ودا يطلع من هذاك البيت ريحة كلش وسخة يعني يسب ما يقدر واحد يتنفس. فراح الجراج فالتقى برئيس العصابة هذا الضخم.
قال له سمعت عليك قبل كم يوم انه انت دكتور كنت بالعراق وما ادري شنو. قال ايه تمام. قال راح نعطيك غير شغله، راح ادوفها شغله نعطيك غير شغله، بس اذا شفت الشغله ابد ما تري ابد ما اريد اسمع منك تقول لا، فاذا قلت لا راح نقتلك خلاص على طول. فقال يلا نروح. فاخذه للبيت هذاك اللي بيريحه. فمحمد تراجع بالكلام، قال لا اريد ارجع لشغلي بالسياره. قال لا. فقال له صيح عليه وقال له تعال. فصيح عليه. فمحمد خاف. فرئيس العصابة طب قال اصبر هنا شوية. صيح محمد قال له تعال. محمد كان متلبك يعني ما دا يقدر يدخل، يقول أخاف. فصيح عليه مرة ثانية والثالثة صيح عليه حيل. فمحمد تقدم وفات على غرفة. فأول ما فات قام يصيح، حرفيا قام يصيح. قال لي قام يصيح. فيقول أول ما دخلت شفت الصدمة والفجيعة. أول ما فتت وقام يصيح ورئيس العصابة ضربه قال ايش صوتك. فيا اخوان والله تعبت صايمين يا اخوان. فقام يصيح عليه وقال له اسكت، تعال خليك هنا. فيا اخوان اللي شغله كان يشتغلوا، احسب كان اكو دكتور وياه هناك، رئيس العصابة ودكتور ومحمد. واللي شغله كان يشتغلوا باختصار كان اكو بني ادم على الكرسي، لا العفو على مثل الميز مخلين بني ادم. واحسب تويته محمد يعرف شنو كانوا يشتغلون، فذولا كانوا يتاجرون باعضاء البشر. فرئيس العصابة صايح هذا قال خليك وياه واسمع كلام وش يريد انطيه. رئيس العصابة طلع، محمد بقى ويا الدكتور. فمحمد ضاج، هذا يريد يطلع قلبه قلبه. فقال له انطيني، عفوا قال له انطيني المقص. فهذا يريد يفتح هذا صدر ماله حتى يطلع القلب مالته. فعرف هنا انه هذول يتاجرون باعضاء البشر. فمحمد باوع له وضاج، ويعني شلون كذا يضاج يعني ضاج. وهذا الدكتور شوفته يعب النفس حشر. ماسك المقص على اساس ينطيه. فمسكه وضربه بنص عينه. تمام كتله خلاص وطلع. ضربه بنص عينه 3-4 وكتله وطلع. فهذا يقول هذا شو اللي دخل هذا الانسان اللي حتى يجي يسوي بيه. فانتوا تخيلوا يا اخوان ده يطلع لحمه اعضاء جسمه. فمحمد طلع حاول يطلع باسرع وقت من هذيك المنطقه كلها. فمحمد طلع وده يتقرب شويه كانت بعيدة السيارة اللي كان ينقل بيها هذول الصناديق. شوية بعيدة كان تقريبا 15 متر هيج، مو ذاك الهواي، بس كان بعيدة. وشاف رئيس العصابة دا يمشي، فأخذ طريق ثاني ومشى منه. فأنت متخيلوا لو شايفه كان قبل مسكه. تقدم هيدي على السيارة اللي كان يودي بيها الأشياء. تمام يا اخوان. فهو ودي يصعد شاهد واحد من رجال العصابة. فقالوا له محمد وين رايح؟ فمحمد قال له رايح اودي هاي الطلبية اللي موجودة. فقال له تمام يلا. هو محمد بس شغل السيارة انطلق اسرع يعني اسرع شيء مشى فيه. فمحمد اول ما وصل لما اغراضه حجز طيارة على طول. ولما اغراضه وبنفس الليلة ما بقى، احسب محمد اختفى راح على غير دولة. فطبعا ما قال اسم الدولة. فمحمد وجه رسالة يقول له ايش ما كان ظروفك ابد لا تشتغل شغل يعني تعرف انه هذا الشغل مو زين، او ابد ولا تقول لي ظروف وما ظروف. ففقرة بالفيديو يعني حاول ابد لا تتقرب على الشغل مو زين. تمام. فهاي كانت رسالة محمد. فنحن ما نعرف الصراحة، بس هو قال لنا على شيء محمد. يا اخوان لهنا وانتهت القصة، ولا تنسون اللايك والاشتراك
واذا عجبكم هذا الفيديو راح نشوف ايش كذا راح يجيب تفاعل، اذا عجبكم راح نكمل، واذا ما عجبكم راح نكمل. فرمضان كريم علينا وعليكم، وطبعا صايم اقسم بالله، ودا اصوركم هذا الفيديو ودا اصوركم من داخل السيارة. فلا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس. احبكم موت، وضيفوا حساباتي الانستغرام، حساباتي الانستغرام ضيفوني، يعني ضيفوني ليش ما تضيفوني؟ هو الاضافة راح تسوي. رمضان كريم علينا وعليكم، وفي امان الله، وسلام.